السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي وأحبائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل ما تتمنون هنا من داخل المملكة المغربية، هنا وبالتحديد من مدينة المحمدية. موضوع النهاردة عن مدينة أكادير، واللي ليها معزة خاصة عندي وليها ذكريات جميلة معايا وليها مواقف جميلة مع أهلها، مش على حسابي أنا شخصيا، لا، أنا مر تقريبا عليا سنة قعدت فيها في أكادير. ناسها الله يعمر ليهم الدار، ناسها كلهم بيحبوا المصريين، فيهم الخير. مدينة جميلة بتشبه الغردقة أو مدينة شرم الشيخ، ولكن أوقات كتير بتردد عليا إن أنا أمشي ليها، وده من حبي وعشقي ومواقفي وبعض الأماكن اللي مشيت ليها وخلى ليها معزة ومحبة عندي. كذلك في أحداث افتتاحية كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025، ناس أكادير شفتوا المواقف اللي فيها مروءة وشهامة، وآلاف المؤلفة اللي مشيت وآزرت وسندت المنتخب المصري في خلال مستهل مشواره أمام نظيره الزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025. أكادير بالنسبة لي هي العشق والهوى، أكادير هي العشق والهوى، سواء أكادير سواء طنجة أو مراكش، المهم في الأول في الآخر إن هي بقعة من بقاع المغرب، وأهل المغرب على العموم لهم محبة ومعزة وغلاوة وعشق في قلوب المصريين، والعكس، المصريين ليهم معزة ومحبة وغلاوة وعشق في قلوب المغاربة. وده اللي هتشوفوه دلوقتي من حديث حصري على قناة MBC مصر 2 من سوق الأحد بمدينة أكادير لبعض الأخوة المغاربة وعن آرائهم في الجمهور المصري وعن أهل مصر. وهتشوفوا بعض منهم وهو بيغني حبا لمصر. تعالوا اتفرجوا معايا على اللقطة أو اللقطات الحصرية دي، ويا ربي تعجبكم. اتفضلوا معايا. أجواء الكورة موجودة في كل مكان في المغرب وخاصة في الأسواق المغربية. خلينا نشوف آراء الجمهور المغربي في البطولة الأفريقية ومساندته لمنتخب مصر في أكادير. برحب بكم جميعا عشان MBC مصر. مرحبا بكم. مرحبا. برحب بيك. مرحبا والف مرحبا. قولي لي بقى، أنت بتساندي منتخب مصر من أول البطولة؟ بساند المغرب وبساند مصر، ولكن أكيد. المغرب اكثر. أكيد طبعا، يعني عشان أنت مغربية. اكيد انا مغربيه. بس أنا كنت شايفك بتغني مصري حلو قوي. اوكي انا راح اغني لك. الكلام لو كان يعبر على الحنان قلت اني يا مصر بحبك من زمان. وإحنا كمان بنحبكم والله. شكرا. برحب بيك عشان MBC. مرحبا. بالتأكيد يعني أنت أجواء الكورة وأجواء البطولة الأفريقية جميلة جدا هنا في أكادير. نعم أنا بحب كثير ناس مصر، ونحن وين مصر خاوة، إن شاء الله تربح مصر والمغرب. إن شاء الله. إن شاء الله. نلتقي في النهائي بإذن الله. إن شاء الله. برحب بيك عشان MBC. اهلا وسهلا بالجمهور المصري ومنتخب مصر في المغرب بلده الثانيه. يعني احنا سعداء جدا ان يكون عندنا شرف في مدينه اكادير اننا نستقبل احد الابطال الافريقيين، يعني صاحب 7 القاب، ونتمنى ان اللقب الثامن ما يكونش في المغرب. يعني اسفين قوي، احنا بنحب الكره المصريه خلي الثامن في المغرب عشان خاطرنا بقى. لا لا يا اخي، لا يا اخي، ده احنا بقى لنا 50 سنه احنا بنستنى هذه اللحظه، يعني ما فيش يا مرحميني. كل التوفيق لمصر وكل التوفيق للمغرب. الله يطول عمرك. انا عارف ان انت بتحب الفن المصري. طبعا احنا عايشين بالفن في المصري، يعني انا اغني غربي كثير لكن مصري حياتي كلها وانا اغني اغاني مصري. واقول لك تعرف مين من الفنانين المصريين؟ طبعا اعرف كل الفنانين ما شاء الله. زي مين مثلا؟ يعني من الكلاسيكيين محمد عبد الوهاب، ام كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، اسمهان الفن الجميل. لا انا فنان. انا دائما مع الانتاج، اي ابداع فني انا معه. طب غني لنا حاجه مصري بقى. اغني لك شويه عدويه. يلا بينا. تعبان شويه. يلا بينا. زحمه يا دنيا زحمه
والمغرب ما فيش رحمه والمصريين حبايب، لكن ما فيش اللحظه دي. لا 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 ابدا، دايما مغرب اقول لك. الله 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 الله. والله يرحمه بقى استاذ عدويه. الله يرحمه. مرحب بك اشتي ام بي سي. مرحبا تاني. مرحبا شايل المغرب وعالم المغرب وعالم الامازيغ. امازيغي، انا امازيغي تمام، انا امازيغي. ومرحبا لك، مرحبا انت الاكادير، مرحبا بك. وغتلعبوا ان شاء الله نهار الجمعه، نتمنوا لكم الفوز ان شاء الله، والنهايه مصر والمغرب ان شاء الله باذن الله. رايك ايه في البطوله الافريقيه في المغرب؟ مرحبا بالسيد. نتمنى الربح للمغرب وخاوتنا في المصريين. اشكرك. مشكورك. بالتاكيد دي كانت لقاءات مهمه جدا مع الجمهور المغربي من الاسواق المغربيه. بالتاكيد العوده مره اخرى للاستوديو.